طيب، انا عمر الحجاجي من حاجه استوديو، وجاي اتكلم معاكم النهارده عن بيس ميكر سيزون 2 او بيس ميكر عامه. اخر حلقه من سيزون 2 نزلت امبارح بالليل، لسه شايفها، ويلا نقول فيها كلمتين. جيمس جان بدأ مع دي سي، عمل فيلم زي سوسايد سكواد، والفيلم نجح بشكل معقول طبعا عن كل العبط اللي كانوا بيعملوه. اعتقد ان هو انجح فيلم في الدي سي اي يو. تمام. ملناش دعوه بزي باتمان وجوكر. بعديها عمل سبين اوف لشخصيه عجبته وهو بيصور، اللي هي كانت بيس ميكر جون سينا، وجاب صحابه اللي هم كانوا معاه، ويلا انتوا سبورتنج كاست، يلا بينا هنعمل بيس ميكر سيزون 1. بيس ميكر المفروض ان هو جزء من عالم دي سي. تمام. دي سي الاي يو اللي هو الاول خالص قبل ما نعمل الريبوت. بيس ميكر او كريس سميث هو ميرسوناري بايدنتيتي كرايسيس. هو شايف ان هو سوبر هيرو، لكن العالم كله شايفه سوبر فيلن. واحنا مع الوقت لما بنقعد نتفرج على المسلسل شويه، لما بنتعرف على الشخصيه اكتر واكتر، بنعرف ان هو شخصيه هبله. هو عنده قدرات خاصة جدا، ولكن بذكاء محدود جدا. بس في الاخر هو بيمثل البيور هارت. في الاخر السيزون بيخلص عن ان السوبر فيلن بقى هيرو، ان كريس سميث او بيس ميكر انقذ العالم. وهنا دي كانت المفروض النهاية وخلاص. وسيزون تاني بقى لو حاجة اللي هي جاستس ليج ولا بتاع، ممكن نبقى نعمل له منشن وظهر في اخر المسلسل. ولكن يحصل ما بين سيزون 1 وسيزون 2، جيمس جان يمسك دي سي. جيمس جان هيعمل ريبوت لكل حاجه. جيمس جان هيعمل دي سي جديده، دي سي تحت ايده هو. وقال لك اول حاجات كانت معانا، اول حاجه خالص هتبقى اجزاء من بيس ميكر، ايه هتعرفوها في سيزون 2. تمام. نزل بكريتشر كوماندوز، كان انيميتد شو، كان كويس جدا. ورجع فيه ريك فلاك سينيور، فكده ريك فلاك سينيور كانن. تمام. هوبا بعديها هننزل بسوبرمان، وساعتها نزل سوبرمان برسالة قوية جدا، برسالة واضحة جدا، ان احنا لازم ننشر الحق ايا كان قصاد مين، ونفضل ضد الباطل ايا كان قصاد مين. فيلم واضح، حتى لو هو قالك ايه ده عامل القصة دي من بدري وبتاع، كان في ايدك تغيرها طبعا. فتحية لجيمس جان على الفيلم ده. وفي جيمس جان سوري، وفي سوبرمان يظهر لنا كاميو لبيس ميكر، اللي هو الناس بقت نوعا ما تتقبله. انت يا عم مش الشيت باج، انت مش الفيلن، انت مش المتخلف، انت لوكال فيجيلانتي. وطبعا ظهر لنا في السيزون الاول فيجيلانتي، واللي هو احلى شخصيه موجوده فيهم. عايز اتكلم شويه في الاخر عن فريدي كروما، بس يعني نرجع لبيس ميكر. ونيجي لبيس ميكر سيزون 2. البدايه بتاعته قلبت السوشيال ميديا. قلبت السوشيال ميديا، اللي هو ميتين بقى خالص العالم القديم ده كله، وهنغير، هنعمل ريشوت لاخر مشهد خالص، وهننزل بالجاستس جانج. انا يوم ما الحلقه نزلت، اول ما نزلت الفيد بتاعي كان كله جاستس جانج، واتحكيت لي من قبل ما اشوفها. فانا مش مسامح اي حد اعمل كده، بس يلا نكمل. والدنيا كانت بادئه حلو جدا. ودلوقتي انت عندك ريك فلاك سينيور بعد احداث سوبرمان بقى في منصب اعلى، بقى هوسه الوحيد في الدنيا انا عايز، او اكريس سميث انا عايز انتقم لابني. ودي حاجه مشروعه. تمام. بس من هندنا بتوع سيزون 1 كان بيبقى فيه حلقات، او اغلبيه الحلقات كنت بتقفل على كليف هانجر، كنت بتقفل على حاجه انت هتموت تتفرجها. هنا الكلام ده محصلش غير في حلقه واحده بس، اللي هي الحلقه السادسه. سيزون 1 كان عندك الباتر فلايز، انا عايز افهم ايه دول، ايه ده دول فاهميننا. وكان عندك برضو الازمه بتاع كريسمس، وكان دلوقتي هو مضغوط عليه من ابوه، مضغوط عليه من المجتمع اللي بيحتقره. الناس اللي هو شغال معاهم محدش فيهم بيقدره ولا حد فيهم بيحترمه، على الاقل في الاول. في واحد عايز يقتله، ده غير ان الوحيد اللي بيعتبره صاحبه شخصية سايكوباتيك مهووسة بالقتل، شخصية حقيرة، ولكن اكتر شخصية عندها مبادئ متمسكة بيها في الدنيا ومبادئ واضحة. فيجيلانتي شخصية جميلة. بس يعني سيزون 2 بقى، انا بحب هاركورت. did you mean it did you mean it did you mean it. خلاص. سيزون 2 كله فيلم فري جاي، فيه جملة حلوة جدا بيقول I'm only a love letter to you.
ده اللي جيمس جان بيعمله. جيمس جان عامل سيزون 2 كله عشان يقولك بص يا جدعان بجد حلوه ازاي. انا مش فاهم ليه ده ما اتعملش فيلم، ليه ده ما عملش سبيشال، او ليه ما قعدناش شويه نجيب خطه او نجيب فكره اقوى شويه. مفيش سكريبت، مفيش حاجه انا خايف منها، مفيش حاجه انا خايف عليها. حتى لما راح ال اكس اكس، تمام، اول حاجه كله خد باله من اول ثانيه في الاول، ايه ده يا جدعان دي اكس اكس، التويست اهي، التويست اهي، تمام. ممكن الحاجه الوحيده اللي كانت شوكك نوعا ما اوجي سميث في العالم ده، بس برضو انت ما اديتنيش اي حاجه شيقه، انت ما اديتنيش اي حاجه اهتم بيها، انت ما اديتنيش اي حاجه ليها لازمه. انت كل اللي اديتهولي والله جينيفر هولاند جميله، ماشي، ما متفقين معاك يا عم، بس اديني قصه، اديني حاجه تقدم العالم. الحاجات اللي حصلت في اخر حلقه دي ماشي يا عم، هتديها مش لقدام، الله اعلم في ايه من الابواب اللي فتحناها دول هيأثر على العالم بتاعنا، ايه هيجيب لنا جانب مظلم من العالم بتاعنا، تمام. بس كنت ممكن تديني احداث اكتر، يا اما تقلل الحلقات يا اما تعملها فيلم. لكن انت عندك تارجت 8 حلقات، انت قاعد عمال تملى، انت قاعد عمال تملى في حلقات كتير قوي ملهاش اي لازمه، في مشاهد كتير قوي ملهاش اي لازمه، وحتى مش كوميك ريليف. يعني مشهد فيجيلانتي وفيجيلانتي، لا ده مشهد عظيم. والنهاية عامة انتي كلايماكتيك، هي اصلا ما ينفعش ولا على انتي كلايماكتيك، احنا اصلا ما وصلناش لاي كلايماكس عشان نبقى انتايو. هاركوك جينيفر هولاند عملت مشهد عظيم، جون سينا عمل اللي عليه وزيادة، المشهد المواجهة اللي ما بينهم، اديبايو ما يعني ما كنتش مهتم بأي حاجة هي فيها أي مشاكل، غير بس لما كانوا بيطاردوها، غير كده مفيش. جودو ماستر كان جامد، ساشا بردو قمر بسم الله ما شاء الله. فريدي تروما أو تراما مش عارف، هي يو ولا ايه. الراجل ده عظيم، الراجل ده عظيم في كمية فرانشايزز، بس أنا عمري ما خدت بالي منه غير فيجيلانتي. أنا أول مشهد لفيجيلانتي عملت سيرش وراه ولقيت ايه ده، كان في هاري بوتر، أنا بعشق هاري بوتر بس عمري ما ركزت معاه. الراجل ده متفصل بيرفكت على فيجيلانتي، الانتكس بتاعته، المورالز بتاعته، البلاهة اللي عليه. المشهد هو المشهد بتاع بروستيتيوتس، اي دونت كيل بروستيتيوتس. الراجل ده عنده مورال كود، على قد ما هو معقد على قد ما هو واضح. سبب كره لأمه، أنا مش فاهم. وجايبين أكتر واحدة سويت في الدنيا، يعني بص، لو هتشوف سيزون 2 عشان ده غالبا هيبقى بيلد لحاجة قدام في بيس ميكر، بس لا يعني كنت سيزون 1 بجد، سيزون 1 من احلى التي في شوز اللي شفتها في حياتي. سيزون 2 اكنها حاجه نزلت على سي دبليو. نفسي اعمل اندبس فيديو عن ذا فلاش سي دبليو، بس يعني ده محتاج بقى سبورت، ومحتاج ابقى عارف ان حد يشوف. وبس كده، انا عمر الحجيجي من الحجيجي ستوديو، واتمنى لايك شير سبسكرايب فولو.